بصة قام شاتمني بيا وبمامتي، فالكل فعل رد فعل. السلام عليكم. سنة 2002 كل الناس كانوا متضايقين ومش مصدقين محمد صبحي طلع مسيحي ازاي؟ ايه ده اسمه محمد. ما انا نسيت اقول لك، اصل والدته كانت بتخلف ولاد وكلهم بيموتوا، عشان كده قررت اللي تسميه محمد، ولكن هو مسيحي. في 2005 بقى الناس اكتشفت اللي هو دخل الاسلام، ومن هنا كانت نقطة انطلاق شعبية الفنان محمد صبحي. ايه ده؟ انا اسف، الموضوع كله غلط. غلط ايه؟ لا، الموضوع ده داير ولغايه دلوقتي من الناس اللي فوق ال50 سنه مفكرينه جد. محمد صبحي كان مسيحي وبقى مسلم. هنيجي بقى لوائل عوني، باركوله عشان دخل الاسلام، ودي اول صوره ليه في العمره. هو كان ديانته ايه؟ ما بين اليهوديه وما بين المسيحيه، ما حدش عارف، لكن الحمد لله هو دخل الاسلام. طب الحمد لله، ايه الموضوع بقى؟ لا، ما هي دي الحكايه. انهي حكايه؟ ما ده الموضوع. ما هو اسمه وائل احمد. احمد ده ايه؟ مسلم؟ ما هو نفس فكرة محمد صبحي. سيبك من ده كله. ترند جديد منتشر على السوشيال ميديا على حكاية الفنان وائل عوني. على مدار الساعات اللي فاتت، او ممكن نقول 24 ساعة، السوشيال كلها عمالة تتكلم على الفنان وائل عوني. ربنا كرمه ودخل الاسلام، مليون مبروك، بنهنيه ويا رب تبقى ملتزم بقى في الصلاه وكلنا نكون معاك. لكن ما بحبش الترندات المصنوعه، بس هي الترند اللي بيلمس في الدين ده ما بيبقاش حلو، عشان لو ترند في حاجه تانية بنعرف ناخد وندي مع بعض، لكن نقطه الدين ده بالنسبه لكتير خط احمر وما تجيش جنبه. حلو. طب الفنان وائل عوني مسيحي ولا مسلم؟ مش مشكله، المهم اللي هو مصري. لكن الناس اللي هتطلع تقول لي يعني ايه مش مشكله، انت ما قلتناش يا جماعه هو مسلم اصلا والترند مصنوع والحكايه كلها ترند. هو مبروك ليه اللي الناس كلها رددت اسمه خلال الايام اللي فاتت، وكل الناس عرفته، وربنا يكرمه بشغل. هو فتح كافيه وبيسترزق منه، لكن حبينا نعلق على الموضوع في عجالة وقارنته بموضوع محمد صبحي اللي كتير كانوا فاكرين وفاهمين اللي هو مسيحي بأمارة أخوه اللي اسمه مجدي صبحي. خلاص، نقطة من أول السطر، وائل عوني أصلا مسلم. خلونا بقى ندخل للقصة التانية والخناقة اللي دارت بين الفنانة والمطربة الشعبية. فنانة شعبية بتنزل شغلها، بتروح أفراح، بتروح اي اماكن بتغني فيها، كافيهات نمشيها كافيهات، معها والدها واخوها والاسره كلها بتكون معاها وبتشجعها. حصل موقف غريب قوي. الموقف ده انا بتعامل معاك يا خويه، هتبص لي كده اقل بيه. ايوه، زي ما حضرتك شفت الفنانه على احد المعازيم، اسف في الكلمه، بتبصق على احد المعازيم. طب يعني ازاي؟ طيب وليه بتعمل كده؟ انت فنانه يعني، وايه الخناقه وتسيب الفرح وتمشي كانت لازم هي توضح ونجيب لكم الحكايه. صباح الخير احلى ناس في الدنيا كلها. انا قمت النهارده كده على كام موبايل فزعوني من النوم. الفيديو في الفرح. مبدئيا هو سوء تفاهم حصل في الفرح قبل اصلا ما اشتغل بين الجرد وبين اخواتي. تمام؟ اقسم بالله والقرآن ربنا ده على عيني، اخر قلة ادب، اخر اهانة مع اخواتي قبل ما اخش الفرح. وبابايا زعق لاخواتي وخلاص الموضوع خلص ومفيش اي حاجة. دخلت الفرح، الجرد بصلي بقرف كم مرة، واخر مرة قام باصص لي وقام شتمني ليه بقى؟ لاني انا قلت اني اللي مبوظ الفرح الجرد، وهو فعلا اللي كان مبوظ الفرح الجرد. تمام؟ فشتمني. اصلا اول حاجة بعد ما دخلت الفرح، الجرد مسك في واحد من فرقة محمد حمدي ابو تريكة اللي هو داخل يضربه. يا جماعة بيضربه، يعني اول مرة في حياتي اشوف كده. المهم ما علينا، انا عديت اول بصه، تاني بصه، تالت بصه، قام شاتمني بيا وبمامتي، فالكل فعل رد فعل. انا طبيعي
دمي حر وما استحملتش الشتيمه، اصل انت مش من حقك ان انت تشتمني. فقمت رد له الشتيمه اللي هو شتمهاني، وقمت سايبه المايك وقمت نازله. طبعا بقى بتوع الريتش كتير يعني نزلوا الفيديو على التيك توك. انا مش فارق معايا الموضوع الفيديوهات ده خالص، انا بس طلعت عشان اوضح سوء التفاهم اللي حصل للناس اللي عندي مش اكتر. فلكل فعل رد فعل، وانا رديت فعلي. انا عارفه ان انا غلطانه ان انا عملت كده، بس صدقوني انا مش بستحمل حد يشتمني خالص، وبالذات مامتي، لاني انا يعني مامتي ست محترمه في بيتها، فان هي يجي لها. المهن الموسيقية قررت إيقافها عن العمل والإلغاء الترخيص بتاعها عشان تصرف غير أخلاقي، تصرف مش كويس. لكن برضو هنرجع لنفس الترندات اللي موجودة، ترندات مصنوعة جميلة، ولو هي مش ترند مصنوع لكنه بيعرفك قد ايه المستوى اللي بقى موجود. مستوانا بقى ينزل قوي، يعني من ايام ام كلثوم وعبد الحليم، وتنزل بقى وانت نازل. ولما طلع عدوية الناس كلها هجمته، فمن عدوية لحمو بيكا في العصر الحالي وانت نازل بقى خد لك كده في الطريق للفنانات او الفنانين. ما بين فنانة يتقبض عليها من الفرح، دي فنانة كانت معروفة في الشرقية اتقبض عليها من الفرح. فنانة اتسرب لها فيلم، ودي برضو فنانة معروفة مطربة شعبية. فتحس المجتمع كده غريب، مجتمع يخليك تقول الحمد لله على نعمة الأخلاق واللي احنا بعيد عن القصة دي. لكن هتيجي تقول لي طب انت طلعت تتكلم ليه؟ هقول لك بنفس الرد، الموضوع شاغل بال الناس كلها. الموضوع هو اللي فارض نفسه، مش انا اللي بصنع الحدث، مش انا اللي طالع اخترع حدث، انا فقط غير اول اللي انا طالع اقول لك حقيقة الحدث او انقل لك المعلومات بتاعة الحدث. عشان الناس كلها قالت لك ان الفنانة بتعمل كده مع المعازيم، لا هو جرد معاها. فاحنا وضحنا الحقيقة وقلنا لك لا توقفت عن العمل عشان التصرفات الغير مقبولة الخارجة عن التعاملات الكويسة. اكيد لازم يبقى رد فعل، اصل المجتمع كده هيسيب. هتيجي تقول لي يا عم انت راجل فاضي شوف لك شغل، اقول لك ماشي، انا شغلي بقى كصحفي، الدولة بتقول لي اطلع قول للناس الحقائق، فانا حابب اقول لحضرتك الحقيقة. لو مش عاجبك المحتوى بمنتهى البساطة هتعمل كده وتقلبني. اما اللي مكمل لحد هنا نسيت اقول لك صلى على النبي، عشان هي اجمل حاجة بقى هنطلع بيها من الحكاية دي كلها. واشوفك على الف خير، سلام عليكم.